حكايتنا بتبدأ مع مجموعة من العمال واللي كانوا بيقطعوا الجليد وبيكونوا فرحانين وبيغنوا وهما بيشتغلوا، وبنشوف معاهم ولد صغير واللي كان اسمه كريستوف، وبيفضل يغني معاهم وهو بيلعب في الجليد مع حيوان الرنة بتاعه. وبنروح بعدها لمملكة أرندال، وبالتحديد في قصر الملك، وبنشوف أنا وهي بتصحي أختها إلسا من النوم علشان يلعبوا سوا شوية. وبنعرف إن إلسا عندها قوة أو هبة سحرية وهي التحكم في الجليد. وبتنزل إلسا وأنا وبيستغلوا القوة السحرية اللي عند إلسا، وبيفضلوا يبنوا جبال جليدية وكرات سحرية من الجليد. وبتطلب أنا من إلسا إنها تبني لها آيس مان، وفعلا بتنفذ لها إلسا طلبها وبتعمل لها آيس مان وبيسموه أولاف. وهما بيلعبوا بتخبط إلسا أختها آنا في راسها بشعاع من قوتها السحرية، وبيغمى على آنا، فبتترعب إلسا وبتجري على أختها وبتحضنها. وده في نفس الوقت اللي بيسمع فيه الملك صوت الأميرات الصغيرين وبيجروا عليهم، وبتقول لهم إلسا إنها ما كانتش تقصد وإنهم كانوا بيلعبوا وبالغلط خبطت أختها. ومش بيقدر الملك إنه يعالج أنا، فبياخد الملكة والأميرات وبيخرجوا كلهم علشان يدوروا على علاج للأميرة الصغيرة. وبيشوفهم الطفل كريستوف وبيمشي وراهم بدون ما حد يحس بيه لغاية ما بيوصلوا لأرض واسعة كلها صخور. وبمجرد ما بينادي الملك بتتحول الصخور دي لأغزام سحرية، وبيبقى كريستوف شايف كل اللي بيحصل وهو مبهور. وبيقدر زعيم الأغزام إنه يعالج أنا، لكنه بيمسح كل الذكريات اللي كانت متعلقة بقوة إلسا السحرية. وبيحذر الملك إن قوة إلسا هتفضل تقوى وتكبر لغاية ما هتبقى أقوى منها وهتفقد إلسا الثقة في نفسها، وهتسيطر قوة الجليد عليها، وإنها لازم تحاول تحجم قوة الجليد علشان سكان المدينة ما يخافوش منها. وبيقرر الملك إنه يحمي بناته وشعبه من قوة الجليد، فبيحبس إلسا في أوضتها وبيقفل كل أبواب القصر وبيمنع اختلاط إلسا بكل الناس حتى أختها أنا. وبتفضل أنا تخبط كل يوم على باب أوضة إلسا علشان يلعبوا سوا، لكن إلسا بترفض إنها حتى تتكلم مع أختها، ومش بتفهم أنا ليه أختها بعدت عنها. وده في الوقت اللي بيحاول فيه الملك إنه يحمي إلسا نفسها من قوتها اللي هتسيطر عليها. وكان دايما بينصحها إنها تلبس جوانتي لإنها لو لمست أي حاجة هتتحول لجليد. لغاية ما في يوم بيقرر الملك والملكة إنهم يسافروا، وللأسف بتغرق السفينة وبيموت الملك والملكة، وبتحزن كل المملكة. وبتفضل إلسا حابسة نفسها في أوضتها وبتعيش أنا في القصر وحيدة، وهي مش عارفة إيه الغلط اللي عملته علشان أختها تبعد عنها. وبتعدي سنين وبتتم إلسا 18 سنة، وبتحتفل كل المملكة بتتويج إلسا ملكة على مملكة أرندال. وبتكون أنا فرحانة جدا إن أخيرا أبواب القصر هتتفتح وهتقدر تخرج وتشوف الناس. وده في نفس الوقت اللي إلسا بتكون مرعوبة فيه من مواجهة شعبها. وبنرجع لأنا واللي بتفضل تغني وترقص لغاية ما بتقع في قارب، وبيلحقها الأمير هانز وبيتعرفوا على بعض. وبتعجب أنا بيه جدا وبشجاعته، وبتسيبه وبترجع بسرعة لحفلة التتويج. وبيتم تتويج إلسا ملكة على أرندال، وأثناء مراسم التتويج بيطلب منها الحارس إنها تقلع الجوانتي علشان تمسك الصولجان الملكي وتحيي شعبها. وبتخاف إلسا لما بتلاقي إن الصولجان فعلا بدأ إنه يتجمد، فبتسيبه من إيديها بسرعة قبل ما حد ما يلاحظ حاجة. وبيبدأ بعدها الحفلة، وبتتقابل إلسا وأنا لأول مرة من سنين كتير، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض كأن كل واحدة بتحاول إنها تتعرف على التانية. ولما بتحاول أنا تمسك إيد إلسا علشان يرقصوا سوا، بتخاف إلسا لا تأذيها وبتبعد عنها بسرعة، فبتزعل أنا وبتمشي لوحدها. وبتتقابل مع الأمير هانز للمرة التانية، وبيرقصوا سوا وبيقعدوا يتكلموا مع بعض عن حياة كل واحد منهم. وبيعرفها هانز إن عنده 13 أخ واسم الله عليه ولا واحد منهم بيطيقه. فبتقوله أنا إن تقريبا هم مش مختلفين كتير عن بعض، لأن أختها هي كمان مش بتحبها ودايما بعيدة عنها. وبيعترف هانزل أنا إنه معجب بيها وبيطلب منها إنهم يتجوزوا. وبتفرح أنا وبتاخده وبتروح تعرف إلسا إنها لقت حب حياتها، لكن إلسا بتتصدم وبتعرفها إنها مستحيل تحب واحد في يوم واحد بس، وبترفض جوازهم. وبتنهار أنا وبتقول لإلسا قدام كل اللي في الحفلة إنها مش عايزة تعيش حياتها تعيسة ووحيدة زيها. فبتتعصب إلسا ومش بتقدر تسيطر على نفسها، وبيخرج منها قوة سحرية جبارة بتعمل جدار جليدي بينها وبين كل الضيوف. فبيتصدم كل الموجودين ومش بتتحمل إلسا نظراتهم، وبتقرر إنها تهرب من القصر.
وبدون ما تقصد بتلمس نافورة المَيّة واللي بتتحول لكتلة من التلج، وبتخرج من إيديها كرات جليد بتخبط الناس اللي في الشارع، فبيترعبوا منها وبيفتكروها وحش، وبيتحول فصل الصيف في المملكة لشتا دايم. ووقتها بتهرب إلسا من المدينة كلها وبتجري على سطح البحر، وده بعد ما حولته لجليد، وبتفضل تجري لغاية ما بتوصل لمكان عبارة عن تلج وبس. وبنرجع لأنا واللي بتكون مصدومة وبتفهم أخيرا السر الحقيقي اللي خلى أختها بعيدة عنها طول الفترة دي، وبتطلب من هانز إنه يخلي باله من كل شؤون المملكة لغاية ما تروح تدور على أختها وترجعها للمملكة من تاني. وبنروح لإلسا واللي بتحس أخيرا إنها حرة ومن غير قيود لأول مرة في حياتها، وده ببساطة لأن مفيش حد عايش في المنطقة دي غيرها. وبتبني آيس مان وقصر ضخم من التلج وبتقرر إنها تعيش فيه. وبنشوف أنا واللي بتبقى ماشية وهي متلجة لأنها بتكون لابسة نفس الفستان اللي كانت بيه في الحفلة، فبتدخل لكوخ صغير بيبيع لبس تقيل وأدوات تزلج، وبتشتري لبس بنفسها وبتسأله عن أختها إلسا، وبيقول لها صاحب المكان إن مستحيل أختها تخرج في الجو ده لأن في عاصفة شديدة بره. وبيدخل للكوخ كريستوف وده بعد ما كبر، وبيطلب من صاحب الكوخ شوية أدوات وبيقوله إنه هيدفع له تمنها بعدين، فبيتعصب صاحب الكوخ وبيرميه بره. وبيروح كريستوف وبياخد حيوان الرنة بتاعه وبيروح ينام في الحظيرة، وبتروح له أنا وبتدّي له شوال فيه الأدوات اللي كان هو محتاجها من صاحب الكوخ، وفي المقابل بتطلب منه يوصّلها للشمال، وبيوافق كريستوف، وبيقدر إنه يتعرّف على أنا، وبيفتكر لمّا شافها وهي صغيّرة لمّا كان الأقزام السحريين بيعالجوها، لكنه مش بيقول لها أي حاجة، وبتحكي له أنا عن مشكلتها مع أختها إلسا ورفضها لجوازها من هانز، وبيقول لها كريستوف إن إلسا عندها حق، وهو مش معقول تحب واحد الصبح وتتجوزه بالليل. وأثناء كلامهم بيهجم على العربية قطيع من الذئاب، وبيحاول حيوان الرنة إنه يهرب بالعربية بسرعة، لكن كريستوف بيقع من العربية وبتقدر أنا إنها تنقذه في آخر لحظة. وبيفضلوا ماشيين لغاية ما بيوصلوا لحافة جبل وبيحاولوا إنهم ينطوا للناحية التانية، وفعلا بيقدروا إنهم يوصلوا بصعوبة لهناك، لكن العربية بتقع وبتتكسر. وبتوعد أنا كريستوف إنها هتجيب له عربية جديدة أول ما يرجعوا للمدينة. وبيوصلوا للشمال وبيقابلهم رجل التلج أولاف اللي عملته إلسا، وبيترعبوا في البداية لما بيلاقوه بيتكلم، لكنه بيهديهم وبيقول لهم إنه يعرف مكان إلسا وممكن يساعدهم علشان يوصلهم لهناك. وبنرجع لمملكة أرندال وبيقرر هانز إنه يروح يدور على أنا، وبيقول للوزير إن الحرس بتاعهم هيروحوا معاه، وبيأمر الوزير حراسه في الخباثة إنه يقتل إلسا وأنا، وده علشان يسيطر على حكم المملكة لوحده. وبتوصل أنا لقصر إلسا وبتطلب من كريستوف وأولاف إنها تدخل وتتكلم مع إلسا لوحدها الأول، وفعلا بتستقبلها إلسا وبتحاول أنا إنها تقنعها تيجي معاها المملكة علشان تنهي لعنة الجليد وترجع الربيع مرة تانية، لكن إلسا بترفض وبتقول لها إنها لغاية دلوقتي مش قادرة تتحكم في قوتها. ولما بتحاول أنا إنها تقنع إلسا بتتعصب عليها وبتضرب أنا بشعاع من الجليد في قلبها بدون ما تقصد، وبيسمعهم كريستوف وبيدخل بسرعة يساعد أنا، لكنها بترفض إنها تمشي بدون أختها، فبتضطر إلسا إنها تبني وحش عملاق من الجليد واللي بياخد أنا وكريستوف وبيرميهم بره. وبيلاحظ كريستوف إن في جزء من شعر أنا بدأ يتحول للأبيض، فبيقول لها إنها دلوقتي في خطر وإن شعرها لو اتحول كله للأبيض قلبها هيتجمد وهتموت، وإنه هياخدها دلوقتي لأصحابه على أمل إنهم يعالجوها. وبنكتشف إن أصحابه هما نفسهم الأقزام السحرية اللي عالجوا أنا وهي صغيرة، وبيعرفهم زعيم الأقزام إن للأسف أنا حالتها اتأخرت جدا وإن الحل الوحيد إنها تقابل حب حياتها. وبيقرر كريستوف إنه ياخد أنا بسرعة ويوصلها لهانز على أمل إنه يساعدها، وبنروح لهانز واللي بيقدر هو وحراسه إنهم يوصلوا لقصر ألسا، وبيحاول وحش التلج إنه يهاجمهم لكنهم بيتخطوه، وبيحاول واحد من العساكر إنه ينفذ أوامر الوزير ويقتل إلسا، لكن هانز بيلحقه في آخر لحظة، وبدل ما يصيب السهم إلسا بيصيب نجفة ضخمة من التلج وبتقع على إلسا وبيغمى عليها. ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة بسلاسل حديد في زنزانة، وبيعتذر لها هانز وبيقول لها إنه اضطر إنه يعمل كده علشان محدش من سكان المملكة يتأذى. وفي الوقت ده بيوصل كريستوف مع آنا وبتكون تعبانة جدًا، وبيسلِّم كريستوف آنا للحراس علشان يوصّلوها لهانز، وبيمشي كريستوف وهو زعلان لإنه فعلًا بيكون حَب آنا،
وبيساعد هانز أنا علشان ترتاح، وبتقول له أنا إن ما فيش وقت، وإنه ما ينفعش يبعد عنها، لإن وجوده جنبها هو الحل الوحيد علشان ينقذها. وهنا بيظهر الوش الحقيقي لهانز، وبيقول لها إنه أصلًا ما حبهاش، وإنه عمل كل ده علشان يستولى على حكم أرندال، وبيحبسها في الأوضة وبيسيبها تموت لوحدها. وبيقدر أولاف إنه يتسلل الأوضة، وبيلاقي أنا واقعة على الأرض، فبيولع نار الدفاية وبيسحبها بالراحة وبيقعدها جنبها علشان تتدفى شوية، وبتحكي له أنا على اللي حصل. وبيعرفها أولاف إن كريستوف هو حبها الحقيقي، وبتقرر أنا إنها تخرج بسرعة تدور على كريستوف، وده في نفس اللحظة اللي كريستوف بيكون راجع فيها على القصر علشان يطمن على أنا. وفي الوقت ده بتكون إلسا قدرت إنها تهرب من الزنزانة، وبيطاردها هانز لغاية ما بيلاقيها، وبيكدب عليها وبيقول لها إن أختها ماتت بسببها. فبتنهار إلسا وبتقع على الأرض، وبينتهز هانز الفرصة وبيقرر إنه يقتلها. وبتوصل أنا في آخر لحظة وبتقف قدام هانز وبتتحول لتمثال من الجليد، وبتقدر إنها تمنع سيف هانز من إنه يوصل لإلسا. وبتنهار إلسا لما بتشوف اللي حصل لأختها وبتفضل حضنها وهي بتعيط. وفجأة بيدوب تمثال الجليد وبترجع أنا للحياة مرة تانية، وبنعرف إن حب إلسا لأنا هو الحب الحقيقي، لإنها ضحت بحياتها وعاشت لوحدها سنين علشان بس تحمي أختها. وبتقدر إلسا أخيرا إنها تتحكم في قوتها السحرية، وبترجع الربيع مرة تانية للمملكة. وبتبني إلسا الأولاف سحابة سحرية علشان ما يسحش من الشمس، ويقدر يحضر الربيع معاهم عادي. وبيتم سجن هانز والوزير، وبتشتري أنا لكريستوف عربية بدل عربيته اللي اتكسرت، وبتجمد إلسا الأرض وبيرقص كل سكان المملكة لأول مرة في أرندال على الجليد. وبتعيش المملكة في سعادة، وبينتهي الفيلم.